ان كيدهن عظيم فعلا. وانا من رايي ان اكتر حد ينطبق عليه الكلمه دي كانت كليوباترا. وعشان تفهم القصه ماشيه ازاي هحكي لك. بص يا سيدي، كليوباترا بنت على 4 اخوات، ليها 2 بنات و2 صبيان، بس هي بقى بالذات عند ابوها الدلوعه. ابوها من كتر حبه فيها كان بياخدها في اي حته معاه. فهمت سياسه من وهي عندها 7 سنين، ولما وصلت ل 14 سنه كانت بتتكلم 7 لغات. واخد بالك اللي مقضيها جيمز. على الرغم من الحياه العسكريه دي انما ما نسيتش ابدا انها انثى، واخده بالها من الميك اب، من اللبس، من رسمه عينيها، من مشيتها، من ضحكتها. ويكفيك الشر بقى لما بنت تركز في الحاجات دي. وعلى الرغم من ان الحياه في مصر كانت كله تمام وقشطه ومفيش مشاكل، الا ان الحياه جوه القصر بقى الموضوع كان مختلف. العيله كلها كانت مقلقه من بعض، كله ماشي مقفز كده ومش عارف الخبور ممكن يجي منين. ابوها نفسه ما كانش يضمن ولاده حتى لو اضطر نقتلهم، وحصل اللي كان خايف منه الراجل. بنته الكبيره بتقرر في يوم كده انها تعمل عليه انقلاب. ما تفهمش، صحيت من النوم الصبح كده عايز احكم ماليش فيه، والاب طبعا ما سكتش. المهم كلمه من هنا على كلمه من هنا قامت قايمه الحرب بينهم. خسر فيها الاب قصاد بنته وقام اخد كليوباترا وهربان على بره. بنته بقى لما مسكت الحكم قامت عامله ايه؟ قتلت امها وجوزها عشان بس ما حدش يعكنن عليها في الحكم. بس عيله زباله، اصبر. المهم راح الاب اتدرب كاراتيه كده على طريقه الافلام الهندي وقام راجع لها، اصطادها وقام عادمها في ميدان عام. خلصنا تمام. عدت شويه سنين كده والاب تعب وابتدى يوصي كليوباترا على انها تتجوز اخوها وتشارك اخوها في الحكم. ومات الراجل. الواد ما استناش ال 40 بتاع ابوه وقام عامل الغلط كله مع كليوباترا. يلا يا بت بره من هنا يلا، وقام راح فيها للصعيد. عيله زباله، اصبر. بعد شويه وهي منفيه عرفت كليوباترا ان الامبراطور بتاع روما موجود في القصر بتاعه في مصر. روما في وقتها كانت عامله زي امريكا كده، تعمل اللي هي عايزاه براحتها. كليوباترا خدت بعضها وخلت الخدامتين بتوعها يلفوها في سجاده عشان تخش للامبراطور الروماني. لازم تعمل كده، اخوها لو عرف ان هي رجعت كان حرفيا هينفخها. لما خرجت من السجاده كانت امرايه، لا ومثقفه وبتاعت حوارات وبتتكلم لغات ما تنساش، فما كانش صعب عليها قوي ان هي تثبت الامبراطور. المهم قال لها اخوك مين ده اللي ينفيكي؟ اقعدي معايا هنا في القصر واللي يقرب لك هنفخهولك. ما فاتش كتير واخوها عارف ان هي عند الامبراطور في القصر. هيسكت؟ لا طبعا. راح قصر الامبراطور قال له كليوباترا نزلها لي كده بعد اذنك. الامبراطور طبعا ما عجبوش الكلام، خصوصا ان اخوها كان عنده 11 سنه خلي بالك. المهم كلمه من هنا على كلمه من هنا قامت قايمه الحرب بينهم، وخسر اخوها ومات. وقامت اختها متاخده اسيره عشان تروح تتعدم في روما. طب واختها ذنبها ايه يا جدعان؟ قال لك لا، ما هي كانت بتساند اخوها في الحرب فتستاهل. المهم اختها دي لما راحت روما لقوها صغيره وصعبت عليهم، قال لك يا عم بلاش، فنفيها بره وديها تركيا. كل ده وكليوباترا قاعده بتعمل مونيكير في القصر، وما عادش من اخواتها غير عيل يعني عنده 7 سنين. فرصتها بقى تحكم مصر، فراحت للامبراطور قالت له ايه يا بيبي ايه؟ لا طبعا يا روح البيبي انت اللي تحكمي. امال انت لو ما كنتيش تحكمي مين اللي يحكم يعني مثلا؟ وحكمت فعلا. خد بالك بقى، اول يوم في الحكم قامت حاطه سم لاخوها الصغير في الاكل يا عيني. انا لسه هستنى اما يكبر ويزاحمني في الحكم. مش بقول لك عيله زباله، اصبر. المهم شويه والامبراطور اللي كانت محميه فيه مات. بعيدا عن الهزار بقى، كليوباترا طول الوقت كانت بتدور على راجل تحتمي فيه. كانت عامله بالظبط زي الطفله، يمكن علاقتها بابوها بقى كانت هي السبب، ما تفهمش. المهم اتعين امبراطور جديد لروما، ما كدبتش خبر وراحت تعرض نفسها عليه بالظبط زي ما عرضت نفسها على اللي قبله. الامبراطور الجديد كان رومانسي بقى وحساس، فما خدش غلوه يعني في ايديها. وللامانه هم حبوا بعض فعلا، لدرجه ان قصتهم كانت الترند رقم 1 في مصر وروما. هي عشان تتاكد كمان من حبه ليها مش تطلب منه مثلا يجيب لها لبن العصفور او 100 ناقه حمر، لا ده قالت له عاوزاك تروح تقتل لي اختي اللي منفيه في تركيا. وما تفهمش كان ليه اصلا. مش بقول لك على زباله. مجلس الشعب في روما ما كانش عاجبه الكلام ده بقى. ازاي الامبراطور مطاطي قوي للوليه الحربايه دي؟ هم كانوا مسمينها كده فعلا. المهم ما بيفوتش كتير وبيحصل انقلاب على الامبراطور الروماني. جالها جاريه قال لها الحقيني، عملوا انقلاب عليا وعايزين يحاربوني ومحتاج منك الدعم والجيش والسلاح. قالت له طبعا يا بيبي، انا وكل ما املك ليك. دخلوا الحرب وابتدى الاشتباك، وفي نص الحرب كده والاجواء متوتره كليوباترا قامت سايباهم ومفلقه. طبعا يا روح ببعضك روح، يعني لسه هستنى شويه ساعات كده ولقيت الرومان داخلين عليها القصر، وعرفت وقتها ان حبيبها مات وتم القبض عليها عشان تروح تتعدم في روما. ما قبلتش ان حاجه زي دي تحصل وراحت مموته نفسها بالسم بقى بلدغه افعى ما يشغلناش. المهم ان هي ماتت. انا حاولت الخص لك القصه دي على قد ما اقدر، رغم ان فيها تفاصيل كتير كانت ممكن تضيف للقصه، بس مش عاوز ازهقك. بس لايك وفولو لو حابب كلام عن الفراعين، وابقى ابعت لي في الكومنتات، عندي بلاوي. سلام.